معاكم ريهام من قناة كوين روز. انا النهاردة هكلمكم عن زبدة الشيا. زبدة الشيا كتير احنا بندخل نبحث عنها، ندور عنها، ايه خصائصها، بتعمل ايه في البشرة في الشعر. فتمام، انا بقالي برضو فترة طويلة بستعملها، بقالي كتير يعني بستعملها. فهكلمكم عنها، اقول لكم ايه بقى، ايه الفوائد اللي عملتها لي، اذا كان بشرة او شعر، او انا استخدمتها في ايه بالظبط. اللي انا جبتها، انا كنت بجيب زبدة الشيا كتير قوي اللي احنا بنلاقيها في الاسواق، في سوبر ماركت كبير، في مثلا محلات فيها ادوات تجميل او حاجات تجميل، بلاقي زبدة شيا اللي لونها اصفر دي، او لونها بيبقى فيها لون. انا دي استخدمتها ما عجبتنيش خالص، حاسه ان انا بستخدم حاجه زي الفازلين، او تحس ان هي مخشوشه مش مظبوطه. بعد ما استعملت زبدة الشيا بتاعه امتنان، يعني بعد ما استعملت زبدة الشيا بتاعت امتنان، حسيت ان انا كل اللي انا استخدمته ده ولا ليه اي لازمة ولا فادني باي حاجة بعد ما جربت زبدة الشيا امتنان. زبدة شيا امتنان انا استخدمتها بقالي كذا شهر، يعني بقالي فترة طويلة جدا. هوريكم بس لونها، بصوا لونها عامل ازاي، غير خالص اللي احنا بنشوفها بره، او مثلا في مراكز، او مثلا بيع منتجات للشعر او للبشرة او كده. الحاجات اللي بتبقى لونها اصفر دي زبدة الشيا مش صفرة. زبدة الشيا زي ما انتم شايفين لونها كده، ده لون زبدة الشيا. وزبدة الشيا ملمسها تقيل، يعني الملمس بتاعها مش هيبان طبعا في الكاميرا، ملمسها تقيل جدا. يعني بصوا عاملة ازاي، حاجة كده تقيلة، يعني ملمسها تقيل جدا، مش زي اللي احنا بنشوفها دي لونها اصفر دي وبيعلنوا عنها في مواقع وجروبات وكده. لا، دي غيرها خالص. فعايزة تجيبي زبدة شيا هاتيها من امتنان، دي احسن زبدة شيا انا استعملتها. استعملتها بقى في ايه، هي بتيجي بالشكل ده وبيبقى معاها معلقه خشب، هما بيعملوا حاجاتهم كده، تحس ان هي حاجات طبيعيه جدا، حتى التغليف بتاعهم بيبقى زي ما انتم شايفين، تحسوا ان انتوا راجعين للطبيعه تاني. فده يعني منتجاتهم شكلها تحفه اصلا. انا استعملت زبدة الشيا في الشعر وفي البشرة، في الجسم نفسه، ترطيب الجسم. استخدمتها في الشعر ازاي، بجيب زبدة الشيا، يا اما بخليها كريمي، يا اما بسيحها شوية واخليها مايلة انها تبقى الزيت شوية. باخد منها حاجة بسيطة جدا، هي طبعا عشان سعرها غالي شوية. انا كنت جايباها بقول لكم من كذا شهر، من فترة طويلة، كانت ب250. انا معرفش دلوقتي هي زي ما هي بنفس سعرها ولا لا. انا مش مستخدمينها منها كتير، يعني هي تقريبا مثلا، يعني تقريبا لغاية هنا مثلا. تخيلوا بقى لي كذا شهر بستخدمها، فما خلصتش، ان هي تقيله جدا، فبتاخدي منها حاجه بسيطه قوي، بيبقى معاها معلقه خشب كده باخد منها، يعني حاجه صغيره جدا. معاها بقى ممكن تستخدمي اي زيوت فادت شعرك، اي زيوت انت حسيتي ان الزيت دوت فاد شعرك، زيت خروع، زيت جوز هند، زيت جوجوبا، اي زيوت انت شعرك جه عليها. تمام. هي اصلا بيبقى فيها فيتامين هي، يعني مع زبدة الشيا معاها فيتامين هي. فاي نوع زيت انت استخدمتيه على شعرك استخدمي معاه زبدة الشيا، حاجة كده بسيطة. تمام. وبتستخدم حمام كريم، بس احنا عارفين ان اي حمام كريم بيقعد مثلا وانتي في الحمام كده بيقعد مثلا حوالي ربع ساعة بالكتير. لا، زبدة الشيا انا عايزاكي تقعديها على شعرك مش اقل من ساعة، لان هي حاجة بيور، حاجة خام، فحاجة مش هتضر شعرك. يعني انت هتستخدمي حتى معاها اي نوع زيت هيبقى برضو حاجة خام، فمش هيضر شعرك. لكن اي حمام كريم مصنع كبير قوي يقعد على شعرك ربع ساعة تلت ساعة وانت بتاخدي الشاور بتاعك. لكن دي قعديها على شعرك زي ما تحبي، يعني اي وقت عندك شايفاه متاح عندك، خلي زبدة الشيا على شعرك، مش هتضر شعرك ابدا. فايدتها ايه بقى للشعر الجاف؟ هايله جدا. لو شعرك هايش، لو شعرك جاف، حاسه ان شعرك مش مترطب، مقصف، عامله مثلا صبغه لشعرك وعايزاه يبقى يرجع لطبيعته تاني، فزبدة الشيا هايله للشعر الجاف. بتقعديه على شعرك مش اقل من ساعه فما فوق، يعني قعديها. كل ما تقعد على شعرك كل ما هتفيد شعرك، زي ما قلت لك ان هي حاجه خام، حاجه بيور كده، فمش هتضر شعرك.
وبتغسليها بقى بنوع شامبو، يا ريت تستعملي شامبو ما يبقاش في حاجه تضر شعرك، بلاش مع الحاجات الطبيعيه دي. يعني انا هبقول لكم في فيديو تاني عن انواع الشامبوهات اللي انا بستعملها، اللي فيها يعني طبيعيه للشعر، ما فيهاش حاجات تضر شعرك. بالذات مع الحاجات الطبيعيه استخدمي حاجات طبيعيه على طول. تمام. فهتغسلي شعرك بالشامبو وهتحسي بفرق هايل جدا. يعني انت هتحسي ان شعرك مترطب وناعم، الهيشان ده انتهى، التقصيف ده هدي كتير. طبعا مع قص الشعر كل زي ما عارفين كل شهر ونص شهرين بنقص اطراف الشعر، فمع كل ده هتلاقي شعرك احسن كتير من الاول. بستخدمها بقى للبشرة، بس بستخدمها للبشرة لما يكون البشرة جافة جدا، لان هو ما ينفعش مع البشرة الدهنية. بشرتك دهنية بلاش زبدة الشيا، الا اذا كان البشرة بتعاني من جفاف، بتعاني من قشور، استخدمي معاه زبدة الشيا. لكن بشرة دهنية وفيها حبوب وتعبانة بلاش طبعا زبدة الشيا. تمام. فزبدة الشيا مع بشرة جافة، بشرة متضررة، بشرة بهتانة كده فيها قشور، استخدمي معاها زبدة الشيا، هيفيدك كويس جدا. وطبعا حاجة بسيطة جدا، ما نحطش زي كريم عادي، لا، حاجة بسيطة جدا، وعلى ايدينا كده نسيحها شوية على ايدينا ونستخدمها. بستخدمها على بشرتي بقعدها طبعا شويه زي اي كريم، يعني استخدميها زي اي كريم، مش اللي تحطيها وتغسليها، لا، تستخدميها زي كريم عادي خالص. ويفضل بالليل قبل ما تنامي، ما تستخدميهاش الصبح وتنزلي بيها زي الكريمات اللي بنستخدم ننزل بيها الشارع، لا، او نستخدمها وننزل بيها، لا، دي بتستخدميها قبل ما تنامي، تستخدميها وانت قاعده في البيت، ما تعرضيهاش للشمس. بستخدم ايه تاني لو للشفايف، لو حسيتي ان شفايفك متقشره، شفايف جافه في الشتاء، كل ده زبده الشيا هايله جدا لاي حاجه جافه، شعر، بشره، شفايف، جسم برضو، اي حاجه جافه في جسمك، زبده الشيا هايله جدا، وبتستخدمي منها حاجه بسيطه جدا، فمش هتخلص، او على سعرها هتقعد معاكي كتير جدا جدا جدا. تمام. فانا برشح لك زبدة الشيا جدا لاي حاجة متضررة عندك، شعر او بشرة او شفايف او جسم. تمام. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.